حطيت ببالي المشروع. طبعا أنا قبل ما أفتح المشروع أنا تدربت، يعني أنا قعدت معاهد لبنات حالة لتدفعي بأسرتك لمكان كتير منيح. الفريق أنا يعني أول ما يجيني حدا إنه يكون يعني نحس كلاتنا حالنا عائلة واحدة، يعني نظمي وقتك كتير منيح، ابدأي تعلمي، كون قد المسؤولية اللي حطني فيها والدي. إنه اهلا وسهلا فيكم اصدقائي ببودكاست صناع الفرق. هذا البودكاست بنستضيف فيه اشخاص حسنوا يصنعوا الفرق بحياتهم وبحياه الناس اللي حواليهم بفضل الله، وان شاء الله تعالى الله بيكرمهم وبيحققوا صناعه الفرق بمجتمعهم. ضيفة اليوم حسنت تحافظ على استمراريتها لمدة 20 سنة. مشروعها بدأ لما كانت ب23، وحسنت بعد 20 سنة تبني اسم لمركز تجميل. رح نكون اليوم مع مدام تيماء حسين إن شاء الله تعالى، صاحبة مركز تجميل سنتر هيا. رح نتعرف تفاصيل حياتها، كيف حسنت تبني هذا المشروع، شو هي الصعوبات اللي كانت عم تواجهها، وإن شاء الله تعالى رح نعطي نصائح للبنات اللي حابين يفتحوا هذا المجال أو حتى الشباب، ما في مشكلة. تمام، أهلا وسهلا فيكي تيماء. أهلا فيكي وانبسطت بوجودي معك. الله يسعدك، نحن كمان. تيماء، إذا بتعرفينا شوي عن حالك. أنا اسمي تيماء، معروفة بأمتين. عندي 3 أولاد، بنتين وصبي، متزوجة. صار لي 20 سنة تقريبا بهالمجال. تعلمت 5 سنين معاهد المأمون وابن الهيثم. حبيت هالشغل كتير. تمام. لما كنا ب 23 بدأنا العمل، صح؟ نعم. حلو. شو اللي خلى تيماء تعرف انه هذا المجال مجالي وانا حابه اني اتعلم؟ هلا انا عندي شغف شيء اسمه انه شو تزبطي حالك، شو الشعر، شو المكياج، يعني انا من انا وصغيره بحب هيك قصص. يعني بحب قصص الشعر، بحب المكياج، بحب البنت تكون ظابطه. يعني بنقهر وقت تشوف صبيه او كذا ما أنا قادرة تزبط حالها، أو ما أنا قادرة، أو طالع منظرها مثلا ممكن إنه يكون أحلى. يعني كان عندي هذا الهوس إنه أنا ممكن زبطها، أو إنه أنا لازم طالعة بأحلى حلة أو بأحلى منظر. ضل ببالي إنه أنا ما في بنت لازم تكون ما أنا ظابطة أو ما أنا جميلة أو ما أنا حلو تكون أحلى. يعني يضل ببالي إنه أنا ممكن ساعد أي صبية، ما بس ساعد حالي، ساعد أي صبية ممكن تكون أحلى. جميل. يعني احنا انطلقنا أصلا إنه أنا حابة إنه أترك أثر عند البنات أو الناس، بحيث إنه أنا أحسن حط بصمة بمنظرهم. تمام. حلو. شو اللي خلانا ناخد قرار إنه نحن صار فينا نفتح مشروعنا؟ يعني احنا انا كنت كبنت ب 23 حاليا، صار لازم ابدا مشروعي. هلا لا، لازم اي صبيه تفكر بشغلها، يعني لازم تفتح مشروع. انا هيك برايي، ما بس دراسه، لازم يكون لها مشروعها الخاص. لازم يكون لها سندة. طبعا انا كنت لسه ماني متزوجه ولاني مخطوبه. حطيت ببالي المشروع. طبعا انا قبل ما افتح المشروع انا تدربت، يعني انا قعدت معاهد لبنات حالي اخذت كم هائل من المعلومات ومن طريقه الشغل بطريقه صح. دربت بصالون، دربت حالي، طورت حالي. وبعدين لما قدرت انا حسيت حالي انا قادره اوقف على رجلي واقدر افتح صالوني، انا بعدين فكرت بالمشروع. يعني انا بنيت حالي كدراسة للتجميل وللحلاقة، وبعدين فكرت بمشروعي. تمام. يعني أسستي أول إشي، بعدين إحنا بلشنا نشتغل بهذا الموضوع. مين كان الداعم لتيماء بالبداية؟ الداعم هلا كوني ما كنت متزوجة، أهلي، والدي. الوالد فتح المشروع؟ دعم مادي طبعا والدي الله يخلي لي، دعم معنوي والدتي. بعد ما تزوجت طبعا زوجي كان ايده بايد انا وياه. حلو. طيب هلا لما نحن قررنا نفتح مشروع، اوكي، ولا قررنا مثلا نفتح المركز، تمام. هذا المركز ضل بمكانه من 20 سنه لهلا بنفس المكان. تمام. هذا المكان لمين؟ هلا هو انا مستاجرته اجار. تمام. انا جهزته وزبطته. تمام. بمساعده والدي وبس.
حلو. هلا مين اجى لعند تيماء قال لها تيماء انت ما شاء الله عليكي عندك هي الموهبه وانت شخص ما شاء الله عليكي بموضوع الشعر الميك اب هاي القصص، مين هيك اعطاني هذا الدافع او اعطاني هذا الالهام؟ هذا الدافع هلا انه من انا وصغيره كنت اعرف اهتم بحالي. يعني انا اصدقائي مثلا يعني انا كنت اقدر اضبط حالي واكون مميزه بين رفقاتي. ومثل ما قلت لك يعني ضل انا بنفسي كل بنت تكون ظابطه، ما بس انا. بس ما في شخص معين اجى قال لك شخص معين هلا لا، يعني انه انا كنت دائما اخواتي وماما انه دائما انه تيماء بيطلع بايدها انه يعني ساوي لنا اعملي لنا يعني انت ممكن تكوني انت بهالمكان او يعني بيطلع بايدك تمام. وطبعا بعد ما قعدت معاهد وهيك صرت يعني اهلي يساعدوني، مثلا اخواتي تعي ساوي لنا تعي اعملي كذا. يعني كانوا كمان اخواتي كمان وماما انه هدول سند الي انه بتقدري انت تساوي، بتقدري تطبقي الصبغه، بتقدري تطبقي هايلايت، بتقدري تطبقي شنيون مثلا. يامنوا فيني يعني انا مثلا حق للتجارب. ايوه حق للتجارب. كانوا بس على ثقه انه انا قادره اني انا اساوي شيء جميل ممكن طالعهم بالمناسبه او باي مكان، انه انا قادره انه انا طالع من هدول الشيء كتير جميل. عرفتي شو؟ هلا ثقتهم فيني هي اللي اعطتني انه انا قادره ممكن انا كمل بمجالي واشتغل فيه. كيف كانت البدايات؟ البدايات كانت صعبه لانه انا مثل ما قلت لك انا كان عندي اجار. يعني أنا كان عندي مسؤولية مادية إنه أنا أجيب مواد للصالوني، أدفع أجاري، أكون قد المسؤولية اللي حطني فيها والدي، إنه أنا ما أرجع مثلا أطلب مساعدة كمبلغ مالي لو كان صغير، إنه أنا قدها إنه هو يطلع مشروعي لحاله. تمام. إنه أنا قادرة أجيب موادي، قادرة أدفع أجاري، قادرة أكمل مشروعي وكبره. عرفتي شو؟ ايمتى تبلش مشروعي يطلع عوائد؟ انا ب 23 فتحت مشروعي، بعد قديش اخذ وقت لحتى يبلش خلص المشروع وقف؟ هلا ما فيك تقولي هيك لانه انا هلا دغري طالعه الحمد لله مردود، بس نحن عنا دائما باي مشروع في مرحله يعني مثل مواسم. مرحله بيكون فيها كتير الشغل منيح ومرحله بيكون اقل. بقى يعني صحيح. البدايات في احيانا الانسان بيقول انه احيانا لما انت بتكوني اكثر يوم طلعتي فيه بهذا الشهر مبلغ مادي وبتقولي انه انا هذا اليوم ما بينتسى، بنفس المبدا فبعد فتره مثلا بيقولوا حتى 6 شهور، احيانا بياخذ سنه حتى يخلص المشروع واقف. المشروع حاسن هو يقوم بحاله وبنفس الوقت يبني لي عوائد. ايمتى انا وصلت لهي المرحله؟ هلا في كتير ازمات، وقت صارت عنا ازمات ببلدنا يعني وفي وقت الكورونا كمان. هدول الاوقات بجوز هي وقفت على الكل، ما بس علي. عم نحكي عن البدايات. البدايات لا يعني عم اقول لك انا كنت قادره، بس كنت عندي خوف انه بلحظه من اللحظات ما اكون قادره مثلا سكر التزاماتي. تمام. يعني هي الا ما تمر هي الاشهر ببداياتي بس مو اكثر يعني. اوكي. هلا بالنسبه لموضوع التسويق كيف انعرفت تيماء؟ هلا نحن قبل اكيد ما كان في مواقع تواصل وهيك قصص. كيف انعرفت؟ وحده تقول للثانيه شوفي شغله، شوفي الهايلايت، شوفي الشعر، شوفي المكياج، شوفي يعني وحده تدلي وحده. هلا وقت صار في مواقع وهيك صرت اعرض شغلي. يعني انا بيجيني شغل كمان من برا التل. في صبايا انشر صور شغلي والشعر المكياج الكذا. يعني هي كتير فادتني لانه صار في مصداقيه بالشغل. تمام. يعني صار انه تقدري انه تورجي شغلك لكل العالم. تمام. تماما. حلو. يعني حاليا احنا فينا نقول سوشيال ميديا والتسويق المباشر اللي هو كل شخص يخبر الثاني. ايوه تمام. يعني الفيس كتير فاد. تمام. هلا الفيس بالنسبه لتجربتك بالتواصل الاجتماعي، هلا هي الفيس عنا هو حقق لي وصول اكبر. هلا الفيس في ناس من برات التل بيعرفوني. تماما. يعني صار يجيني هلا انا
عن طريق الفيس زبونات برا التل، حرستا، دوما، معربة، ضاحية الأسد، من الشام. في زبونات أهلهم مثلا ساكنين بالشام يشوفوا الشغل مثلا كمان قيمك عن الفيس، يشوفوا الشغل على أهلهم. يعني أنا كتير بنبسط وقت تجي وحدة من برا التل وقاطعة مسافة على شغلي، عرفتي شو يعني؟ هذا بحس كمان نجاح إنه إلي يعني إنه قطعت مسافة لأجت لعندي. وأنا كان حلمي دائما أفتح مركزي، يعني ما أنا أفتحه مثلا بمكان كتير معروف لأنا جيب كم الهائل من الزبونات. يعني أنا كان نفسي أفتحه بالتل وتيجي الزبونات لعندي على التل. يعني هاد يعني مثل يعني نفسي ابني اسمي بمدينتي، عرفتي شو؟ تماما. انا بالنهايه ما رحت على الشام وفتحت هنيك مركز تجميل مشان هيك عاصمه أيوة ولا اخره وفي أيوة. لا، انا شفت العالم مكان ما انا بنيت صنعه، والعالم برشا تجي لعندي من كل مكان. تمام، جدا حلو. طيب هلا بنحكي لو فتنا نحن شوي على الصعوبات خلال 20 سنه، شو اكثر الصعوبات اللي كانت تواجه تيماء بمشروع؟ الصعوبات هلا ممكن اني انا صرت كوني ام، وانا لازم اوفق بين بيتي واولادي وزوجي وصالوني. يعني انا لا ارضى انه مثلا اولادي ما يكونوا بالمراتب الاولى، او لا ارضى انه مثلا مثلا اشحفهم حقهم بالوقت او بالدراسه او ماديا او فانا لازم اكون شو، لازم اكون حاسنه اوفق. ايوه، حاسنه اوفق وحاسنه نظم وقتي لابعد مرحله، لانه انا يعني كل شيء عندي بنظامه. يعني انه انا لازم وقتي يكون منظم بين اولادي وبين بيتي وبين شغلي. يعني انا لدرجه مثلا انه انا في مثلا بكير، يعني قبل ما يأذن الصبح انا لحق كل اموري وكل شيء بوقته. تمام. يعني هي الصعوبات انه انا لازم اكون جاهزه بكل شيء، لانه انا لا ارضى اكون جاهزه او ما برضى اكون ماني بمكاني الضابط. تمام، ناجحه كزوجه وانا ناجحه بشغلي. ايوه، يعني انا بيهمني لسه كمان انه انا اكون ناجحه كأم اكثر ما ناجحه كشغلي. صحيح. يعني انا كل الشغل هذا هلا بعد انا ما صرت ام، كل الشغل بشو انا يعني بيهمني انه انا شغلي هو دافعي لأنا لوصل لاولادي لمرحله يعني وصلهم لبر الامان. تمام، الاكتفاء فينا نقول، لا انه يصلوا كدراسيا ماديا معنويا كل شيء. يعني انا احط رجلهم بالمكان الصح. تمام. حلو كتير فكره انه انا كنت حاسالك بكل الاحوال عن روتينك الصباحي. تمام. حلو كتير. جماعه الناجحين احنا جماعه بنفيق الصبح بكير. تماما. يعني نحن النجاح تبعنا، انا هي بحب اقولها، انا ما بفيق مثلا الساعه 2 الساعه 3 وبقوم بركض على شغلي. لا، انا شغلي انا تعبت فيه. يعني انا كوني انسانه عامله بجوز انا منظمه وقتي اكثر من اي انسانه قاعده ببيتها. صحيح. وبتفيق مثلا لكم متاخر او لساعات متاخره. ما رح تنجحي اصلا بدون ما تعملي القصه. ايوه، نجاحي او هذا هو تعب من تعب. يعني انا تنظيم وقتي، تنظيم فئتي الصبح. هلا انا بصل مرهقه، بس انا ان شاء الله بكون انا مظبطه كل شيء. ايوه، ضميري مرتاح ان كان ببيتي، ان كان مع زوجي، ان كان مع اولادي، ان كان مع اهلي. انا ما بحب اكون مقصره مع اي حدا ان شاء الله. حلو. شو هي العاده اللي تيماء بتقول انا ما بتخلى عنها؟ انا بساوي عاده بنهاري، هي كانت احد الاسباب اللي انا حسنت نوفق بين كل هاي القصص وننظم. العاده هي انا فئتي بكير. وفي عاده ثانيه انا كثير بحبها، هي عاده انه انا اشرب القهوه مع انه احكي مع والدتي. يعني هي اللي بتعطيني الطاقه لقدام بقى. تمام، الدعم. ايوه، الحديث مع والدتي هو اللي ممتاز. طيب لو اجينا نحن نحكي شوي فينا نقول انه تمام، لو ضاقت مثلا الحياه او حسيتي حالك انضغطتي زياده، شو الشغله اللي بتعمليها لحتى انت ترجعي تشحني تيماء مره ثانيه؟ اشحن طبعا قراءه القران. بتحبي تقعدي هيك انك تقراي القران؟ يعني اكثر شيء بقرا، لازم اقرا سوره البقره. تمام. بتحسي انه انت انشحنتي؟ راحه وانا بقوه.
انا ما قادر حدا يأذيني، انا مع الله. الله معي تماما. حلو كتير. في موقف بالعمل ممكن يكون غير تيماء، حسيتي نضجتي بعد تجربة معينة؟ كان في مثلا كنت حاطه ببالك انه كنت مثلا تشتغلي لناس بدون ما يدفعوا بدايه، بعدين يدفعوا، بعدين قررتي تحطي سياسه لهذا الصالون، موقف تعلمتي منه كتير، حطيتي فيه هي فينا نقول القواعد الاساسيه لهذا المكان؟ هلا في قواعد، بس في انه انت تكوني حذرة، يعني تكوني حذرة، يعني ما تكون قلبك طيب دائما. يعني انه في ناس ايه تمام انا كتير بساعد، وكتير اذا في ناس ما معها مصاري ممكن اختصر لها كتير من الدفع، لانه هي حابة تطلع بشكل حلو بس ما قدرت المادية انه تدفع. بس في ناس يعني بتحسيها بدها يعني تقنص انه يلا انا هدول ما بقدر ساعدهم. اما الناس اللي بحسها جد ما معها وما قادرة تدفع، ايه ما عندي مشكلة، تقسيط بقسط بكذا، انه بس انا بحب ساعد. يعني عرفتي شو؟ تمام. في شي شهر هيك مر علينا بعيدا عن الظروف اللي صارت، انا يعني صار معي انا مشكلة مثلا بحياتي الشخصية، وقررت انه انا يوقف هذا الصالون، يوقف هذا المركز. لا الحمد لله ما صار معي هيك قصة. ليش؟ ما صار معي لانه عندي فريق. لانه عندي فريق، ولانه ما بحب اكون فاشلة. هلا عم اقول لك صار عندي انا مثلا، انا بهي الظروف، هي اللي ظروف مرت على البلد، اوكي، انه هذا شيء خارجي او ككورونا او كذا، هاد كلياتنا اضطرينا وسكرنا لوقت معين. بس النقطة اللي كنت انا حابة انه ركز عليها، انه الانسان ما بيحسن ينجح بدون فريق. لما انت بتجي بتقولي انه اوكي تمام، ليش المشروع بيكون ناجح؟ لانه اصلا اهل المشروع مو قائم فقط على شخص. يعني اوكي تمام انا بدي فلانه، خاصه انتم كمركز تمام انا بيهمني شغل تيماء، انا جاي عشان تيماء اوكي بس بنفس الوقت انت قادره انك تكوني دربتي اشخاص هن ايدك اليمين. تمام. فموضوع بناء الفريق بالمركز هلا اهم شيء الفريق. انا يعني اول ما يجيني حدا انه يكون يعني نحس كلاتنا حالنا عائله واحده، يعني يكون في شيء اسمه طيبه، في شيء اسمه حب. يعني انا اول ما تجي اي صبيه بقول لها افرضي هذا الصالون إلك، يعني انت هاد إلك، اعطي شو بدك انت فيه، اشتغلي شو بدك فيه، يعني ضاع منه شيء إلك، يعني انت حريصه عليه مثل كانه انا. والحمد لله الله اكرمني ببنات كثير مناح وكثير شاطرين، دربوا عندي وعم يكملوا عندي الحمد لله. حلو كثير. بتشكر ياسمين وراما، نسيت اسمها، حنين، قمر، وكل صبية اجت اشتغلت عندي، تدربت عندي، كانت معي. في كثير صبايا بحبهم لهلا في معزة لهم، والصبايا اللي عندي. حلو. الانسان سبحان الله بحس لما بيبني مشروع مثل كانه بنى عائله جديده تماما. يعني هذول جزء مهم جدا بحياتك بالنهايه. تمام. وانه هن حتى يعني انا شو اثر المشروع على حياتك انت؟ شو الشيء اللي تغير لما انت فتحتي مشروعك؟ هل تيماء صارت اقوى؟ صرت احسن اعرف معادن الناس اكثر؟ صرت قادره اني قيم الموقف احسن، نظم وقتي احسن؟ شو الشيء اللي تغير بحياه تيماء بعد المشروع؟ اللي تغير هلا اكيد تنظيم الوقت. يعني صار في شغلات، انه انا صار في مسؤوليات برقبتي كتير كبيره، مثل ما قلت لك انه صارت المسؤوليات برقبتي اكبر. هي اللي صارت تغير فيني، يعني انه انا مسؤولياتي صارت اكبر. تمام. يعني بدي يكون كتير قويه وما في اوقات للضعف. يعني بدك تكوني دائما قويه ودائما عم تقوي حالك بشتى الطرق. تمام. انت الان مسؤوله عن فريق، مسؤوله عن زباين. تمام. بدك تضلك تكوني واقفه تعطي قوه للناس اللي حواليك، ودائما بدك تكوني انت لو تعبانه منهاره زعلانه دائما لازم تكوني مبتسمه. صحيح. وخاصه دائما الكلمه الطيبه. يعني ما بتقدري تكوني او تدخلي اي شيء برا دخليه لجوات صالونك. يعني انت بدك تكوني كتير مرتاحه وكتير حتى مشان شغلك يطلع حلو. يعني انا بفصل كل شيء وخلص يعني بشيء ثاني. يعني ببلش أسكاري، ببلش فنجاني القهوة، ببلش أمرار بصورة البقرة، بعدين بابتسامتي
بس اكيد اخر النهار بكون الحمد لله خالص. الطاقه كلها راحت، طاقه خالصه، بنرجع بنشحنها من اول وجديد والحمد لله. اي والله الحمد لله. جميل. خلينا نقول انه انا بنوتة قررت اني افتح مركز تجميل، شو ممكن تكون النصائح اللي بتعطيني اياها لحتى بلش طريقي صح؟ النصائح: كوني قوية، نظمي وقتك كتير منيح، ابدأي تعلمي. شغلة كمان أهم شغلة اللي دائما بقولها، لا تقولي أنا بدي أتعلم بشهر وأفتح صالون. يعني هي النقطة أنا كتير أعطي حالك وقت كافي. أعطي حالك وقت كتير كافي. أنا لهلأ بعد 20 سنة لهلأ بفتح يوتيوب، بفتح مقاطع، بشوف للكوافير منير مثلا. ما عيب تضل تتعلمي، عيب انك توقفي. تماما. ما في شهر وخلصنا. انت بدك تاخدي وقتك، ووقتك كتير. تعلمي منيح، مارسي كتير منيح، وطوري حالك تمام. انت لما بداتي كنت قعدتي فتره منيحه عم تروحي من معهد لمعهد بس عشان انت تبني هذا العلم. ايه هذا الاثر اللي تركه الشهادات هي، هل حسيتي انه ممكن انها تكون الى اثر كبير، او ممكن الفتاه تفوت مباشره على المجال تدرس من اليوتيوب، تدرس لحالها بالتعلم الذاتي؟ هلا نحن قبل ما كان عندنا هيك قصص. بس هلا فيها الصبيه هي وبيتها، واذا امكانياتها ما كتير انه تضلها تتفرج يوتيوب، تضلها تتفرج هيك. بس في شغله كمان، انت ما اشتغلتي بايدك ما بتتعلمي. صحيح. ما مارستي ما بتتعلمي، خصوصا شغلتنا. يعني بتشوفي بتقولي يا كتير سهل، بس تقومي تطبقي ان كان كهايلايت او اومبري، او في كتير شغلات ممكن تغلطي فيها وتصلحيها. في كتير شغلات ممكن تكتشفيها هي بالممارسه. ما فيك تفتحي صالون بشهر، وما فيك تفتحي صالون بعد شهر من تعلمتك مثلا، او انه انت اخذتي نظري. ما بتقدري. في شيء اسمه ممارسه، وتاخذ ايدك على الشغل. تمام. اعطي حالك فرصه، واعطي حالك وقت. تماما. اعطي حالك وقت وتدربي كتير منيح، لانه كتير عم نشوف قصص انا بتزعجني، انه بيجي امرار عندي شعر تالف لابعد درجه مثلا، انه عم يتعلموا فيكي. طيب وكمان بنصح انا كمان السيدات انه لا تروحي اذا صالون مثلا مانك متاكده من شغله. انه انا كثير عم عاني بهالقصه، انه بيجيني ناس شعرهم كثير متبهدل، يعني بزعل عليهم صراحه. تمام. تاكدي من المواد، تاكدي من الشغل. تمام. شوفي الشغل قبل ما تبلشي، يعني لا تردي على جارتك، على اختك، على كذا. شوفي الشغل، خليها تورجيك الشغل. تمام. ولا مانع انه حتى الانسان لما بيكون بيروح يجرب شغله جديده يكون قارئ عنها كثير منيح. تمام. لما هو بيجي على الصالون بيسال كم سؤال، بيكون هو قارئ عنهم، بيبين انه هذا الشخص بيفهم لما لا. تمام. فبناء على هذا الكلام انت بتبني انه هذا الشخص قادر انه يستلم شعري لما لا. تمام. حلو. مين هيا؟ هيا صراحه ما إلي علاقه انا بالاسم. انا اخذته من وحده، وهي كانت اسم بنتها، وقالت لي الصالون مرزوق على الاسم. بقى انا كنت لاني متزوجه ولاني مخطوبه، بقى ما عندي مشكله. انا يعني انت خليت الاسم تمام، بس هو ما انفتح غير شهرين تقريبا. تمام. بعدين انا اخذته وخليت الاسم لانه على طلبه. عرفتي شو، هي فتحته بس شهرين، وانا الله يسر لي اياها وانا اخذته. عرفتي شو. ممتاز. يعني هو اصلا البراند كان يعني البراند كان موجود كله كامل. بس انت استثمرتي، اجى الوالد دفع الى اخره وتمنى. تمام. حلو كتير. تمام. مشانك ضل سنتر هيا. تمام. لانه الكل هلا بيقول لي انه ليه هيا اسمك، او يعني انا ما عندي مشكله انه هي طلبت وقالت هلا نحن حلو كذا. نحن وصلنا لمرحله رابطين تيماء بسنتر هيا. تمام. هي الفكره. هلا في شيء بيقول لي امتين، شيء بيقول لي تيماء، شيء بيقول لي سنتر هيا. يبقى كل واحد حسب كيف عرفك. ايوه. تمام. حلو. هي تعتبر واحده من الاسرار اللي هيك يعني ما كنت بعرفها. تمام. بس لطيفه. طيب شو المهارات اللي اضطريتي تتعلميها لما بلشتي عملك الخاص او بمسيرتك المهنيه؟ مهارات اضطريتي تتعلميها بعيدا عن انك انت بتتعلمي باستمرار، بتشوفي فيديوهات بشكل دائم، بتحاولي تكوني مواكبه، تستخدمي ادوات جديده، بتشوفي الادوات. مهارات هلا في شغلات كثير فاتت بعدين على مجالنا.
في شغلات ما كنا متعلمينها. نحن بلش الكيراتين مثلا، بلش البروتين، هدول ما كان بأول ما نحن فتنا بهالمجال. يعني أنا صرت واكب كل شيء ممكن يفوت على مجالنا، صرت إنه أنا لازم أنا فوتون عندي. وكنت أنا من أول يعني اللي اشتغلوا بالبروتين وقبل بالكيراتين. يعني حلو. لما أنا بقول شخص بيشتغل بمركز تجميل معناتها صفات التواصل أو فينا نقول مهارات التواصل لازم تكون عالية. تمام. حلو. فنحن كأشخاص بجوز الإنسان بيكون بطبعه أساساً ما إنه هذا الشخص الاجتماعي. تمام. بس هو نحط بمكان طبعا إنه هدول مهارات التواصل تكون كتير مفيدة. لأنه أنت إذا ملاحظة إنه الحلاق بشكل دائم هو قادر يفتح سير، قادر يكون شخص قريب من القلب، لأنه في ناس بتجي لعندك بناء على هذا الكلام. تمام. هلا في ناس بتجي كمان إنه يعني بتجي بتحسيها مخنوقة بس بدها تحكي، انت بتكوني مضطرة تسمعي وبصدر رحب. يعني بتحسي مشاكل الدنيا كلها بتجيكي بتنحكى عندك انت شو التطورات، شو المهارات اللي انت تعلمتيها غير انه انت مهنيا كنت عم تتعلميها؟ المهارات انه انت تكون صدرك رحب للزبونات، تكوني مثل ما قلت لك تكوني يعني قادرة تستوعبي اي وحدة كانت حبابة، كانت صعبة، كانت بدك تكوني كتير لينة. الشخصيات المختلفة تماما، شخصيات كتير. أيوة. يعني شخصيات كتير بتمر عليكي، أمرار صعبة، أمرار سهلة. يعني طبعا في ناس بتدقق، في ناس بتنق، في ناس كذا. يعني بدك تكوني كتير مسايرة وكتير بس إنه قادرة انك بصدر رحب. يعني بصدر رحب، ما في لأمنة ابدا. الا امرار يعني الا بتجيكي كم وحده ممكن تكوني بس ما لدرجه اللأمنة الفظيعه يعني. تمام. بالنهايه بتحطي موقف للشيء اللي عم يصير. حلو. طيب شو التطورات اللي حاطينها ببالنا لمشروعنا اللي بعدين؟ شو ممكن نحن نحط؟ هلا التطورات ممكن انا حابه كثير انه اطور مركز، اسوي مركز كبير يضم خدمات مثلا، يعني شغلات كتيرة. ممكن انه انا اكبر المركز تبعي. ايوه تمام. يضم كل شيء يخص جمال المرأة مثلا، انه كنادي رياضي مثلا. حلو. كتير يعني هيك شغلات، بس يعني حاططها ببالي. ايوه بس انه يعني ان شاء الله اذا الله اكرمنا طبعا. حلو. لو رجع في فقرة كمان نسينا نحكي عنها، اللي هي انه انت بعد ما فتحتي مشروعك وبعد ما فينا نقول وقف حاله وتزوجنا الى اخره، قررنا نرجع نكمل دراسه. هلا صراحه ما بفكر كمل. انا وصلت للسنه الثالثه محاسبه. تمام. هلا انت امتى درستي محاسبه؟ انا درست المحاسبه، بلشت تجميل وحلاقه 5 سنين، بعدين سجلت تعليم مفتوح محاسبه. درست 3 سنين باثناء شغلي بالصالون. انا يعني انا عم اشتغل وادرس. بس تزوجت وقفت الدراسة لأنه صار في مسؤوليات كتير كبيرة. هلأ تكمل دراسة ما بفكر، لأنه صار هدفي الأول أو هدفي الرئيسي هلأ بهذا المجال. لا ما بس بهذا المجال، هدفي الرئيسي والأول إنه هي دراسة أولادي. بقى صارت إنه أنا معهم إيد بإيد ليوصلوا كمان دراسة كتير منيحة. تمام. حلو. جميل. لو رجع فينا الزمن شو كنا رح نغير بمسارنا المهني؟ ما في شيء، كل شيء الله اختاره يا محلى. حلو. اوكي. هلا كونك ام، تمام، رح نفوت بهذا الجانب. تمام. انه نحن كيف حسنا ننظم بين حياتي الزوجيه وانا كأم وبين عملي؟ هلا قلت لك كيف نحن حكينا بهالقصه، انه انا تنظيم وقتي، تنظيم الوقت. في وقت لبيتي وفي وقت لشغلي وفي وقت لدراسة أولادي. أنا لا أرضى كمان أنسى أدرسهم. يعني في عمر معين أنا ما ممكن أجيب لهم أنسى، خصوصي أنا اللي بدرس مشان أنا أضمن النتيجة تماما. يعني تسميع لو أنا عندي شغل أنا بترك بسمع وبرجع. أنا أولادي بينزلوا معي وبيطلعوا معي. يعني أنا مسؤولية أولادي تدريسهم كله أنا بساوي. هلا بعمر معين لأنه بناتي صاروا إعدادي ممكن استعين بأنسات مثلا عربي، رياضيات أو كذا، إنه
تمام. صارت بعمر صار عمر اكبر، يعني صار بدهم انسه اكثر يعني. بس مرحله الابتدائي مستحيل انا اجيب انسه خاصه، او لانه مسؤوليتي هي. حلو، حلوه هي مسؤوليتي. ايوه مسؤوليتي انا تماما. يعني انا صح بشتغل، بس لا ارضى اي حدا يقوم باعمالي انا. يعني حتى انا بنزل طبختي جاهزه، يعني انا امور بيتي بتكون مرستقه قبل ما انزل. حلو. طبختي، شغلي، بيتي بكون كله منظم، بعدين انا بحمل حالي وبنزل على شغلي، بطلع امور بيتي بقى الباقي. يعني انا لاي وحده كمان تفوت بهالمجال، يعني ما اذا انت نجحتي بشغلك تفشلي بشيء ثاني. يعني انت اصلا شغلك هو لا تدفعي باسرتك لمكان كتير منيح بقى. يعني هي وسيله لتكملي باسرتك لمكان كتير حلو. تماما. رح تأمن لهم شيء حلو كتير. تمام. شو هي العوائق الكبيرة كونك مرأة عاملة؟ هي عم اقول لك، هي بس انه وقت يكون الوقت كله ظابط. شي مرة قررتي انه انا بدي اهرب؟ ما بدك تهربي، بس تحسي بتعب. في امرار بتعب. هذا التعب ممكن اي حدا يشلك اياه. ممكن مكالمة مع والدتي، وممكن حديث مع زوجي، ممكن ضمة من بنتي. صحيح. كل شيء في مشاعر. يعني انه ممكن ضمة من ولد من اولادك. جميل. شكرا كثير ديماء لوجودك معنا اليوم. حبيت جدا هاي المشاعر الحلوه اللي عم تخلي يعني تدفعك. هذا الشيء كان نقطه قوه، ما نقطه ضعف ابدا. بحكم انه هي انه كل الحنيه الموجوده حسنت فتاه تنجح، ما أنا من مكان ضعف ابدا. انت كنت قادره ان تكون نقطه قوه ونقطه دافع كبير لحتى تنجحي وتوصلي حتى عائلتك لمكان ان شاء الله تعالى اللي تطمحي له. ان شاء الله. الله يسعدك يا رب. هي كانت اليوم معنا ديماء حسين. تمام. انتظرونا بالحلقات الجايه من بودكاست صناع الفرق. كل التوفيق يا رب.